لا باغي تعرف الحقيقه تلقى ودنيك ماشي يديك في التعليقات الشريف. ربي راه خلقنا بواحد الحكمه ربانيه، جوج ديال الودنين وفم واحد، باش على الاقل سمعنا جوج مرات نهضروا غير مره. المقرر اللي قلت لكم عليه فيه مشاهد بورنوغرافيه وفيه محتوى منحط لا اخلاقيا ولا دينيا، واللي غيقراو وليداتكم هذا العام. واش فعلا كاين في الاسواق وتسحب؟ واش اصلا كاين داك المقرر في المغرب اللي هضرت عليه؟ هادشي اللي غادي نجاوبك عليه في هذا الفيديو هذا. الا بالنسبه لك هادشي اللي كنقدم محتوى بالنسبه لي انا امانه غتبقى في رقبتي الى يوم الدين. الا عطيتك شي حاجه مغلوطه وغادي تعرضني للمساءله القانونيه بشكل مباشر، الا كانت شي حاجه كذوب وبغيت نجيب بها غير البوز. واش كتظن ان الوزاره الوصيه غتبقى مربعه يديها قدام فيديو كينتشر بالملايين في اقل من 24 ساعه كيقول واحد الشخص للمغاربه ها المقرر اللي غيقراو وليداتكم؟ كان بشكل مباشر تخرج بلاغ وتقول لك لا هادشي راه ما كاينش في المغرب، ولا على الاقل تقول لك هادشي تسحب من الاسواق. وهنا غنجيو للسؤال ديالكم، اشراف هذا الكتاب هذا راه تسحب من الاسواق، واش فعلا تسحب؟ ولا اشراف هذا الشيء راه ما كاينش في المغرب انت راه غير كترول؟ واش فعلا ما كاينش في المغرب؟ اولا غنبدا معكم بالكتاب الاول اللي هضرت عليكم عليه واللي قلت لكم راه فيه محتوى كيقول لكم ان الراجل اللي تزوج بالراجل شكل عادي والمراه اللي تزوجت بالمراه شكل عادي. هذا واش اصلا كاين في المغرب؟ كاين. واش تسحب من الاسواق؟ اييه فعلا تسحب من الاسواق. هو اللي هذا هاي الصوره ديالو وكان كيتباع في المراكز التجاريه الكبرى. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا بالاسماء واللي ليها ليها، واللي بغى يطرا يطرا. نقول لكم شكون هما المؤسسات كاع اللي كتقري هذا المحتوى هذا، ولا كانت غتمشي للمساءله القانونيه تمشي للمساءله القانونيه. انا غادي نعت لكم باش تمشيو تبحثوا شي شويه وتقراو وليداتكم اش كيقراو، بلاص ما تقول لي تقعد لمراجعتك. حل داك الكتاب وشوف ولدك اش كيقرا. تابعوا، راه الاستثمار ماشي هو انك تطور في شركتك ولا طور من العمل ديالك في الوظيفه. حتى داك اللي عندك في الدار الاستثمار البشري اقوى لك بزاف من الاستثمارات الاخرى. نرجعوا للموضوع ديالنا والكتاب اللي كان داير 10 دراهم تسحب فعلا من الاسواق. ودابا اجي نقول لك على الموضوع اخر واللي قلت لكم عليه ديال نصر الدين، اللي جايبين فيه دروس على نصر الدين ودايرين مقرر على نصر الدين. كتروج اخبار البارح من الناس اللي عطاوني اخبار انهم راه غيقرروا يسحبوه، ولكن مادام ما قررتوش يسحبوه انا غادي نخرج ونهضر بشكل مباشر شكون هي المؤسسه اللي كتقري هذا الشيء، والا كانت فعلا ما كتقريش هذا الشيء راه القضاء بيناتنا. واخا قبل ما نعطيك الغلاف ديال الكتاب اللي تدخل تقلب عليه غادي نعطيك المحتوى ديال واحد الدرس وحيد اقل ضررا من الدروس الاخرى. ان نصر الدين دخل الجامع يصلي واحد 7 ديال المعزات حدا باب الجامع اللي شراهم بواحد الثمن مزيان من السوق، خرج لقى معزه ميته. نهار الثاني دخل الجامع خرج لقى الثانيه ميته. نهار الثالث نهار الرابع نهار الخامس نهار السادس ماتوا ليه 6 ديال المعزات في كل مره دخل يصلي. نهار السابع قرر ما يمشيش يصلي وهي المعزات كبر وبدات كتلعب ليه في جنابه. واحد النهار كلات ليه من الصلاده ديالو السلطه شلاضه، هو يدور عنده ويقول لها المره الجايه تاكلي شي حاجه ديالي غادي ندخل نصلي. من تما المعزه ما دارتش ليه بشلاضه ديالو. وتما بينا للطفل اللي كيقرا هذا المحتوى هذا ان الصلاه داكشي اللي في دماغك. الغلاف ها هو والصوره ديال الكتاب ها هي. واش كتقرا في مؤسسات ولا لا؟ يمكن لك تمشي غير للدار البيضاء اي مكتب وقول لهم واش هذا الكتاب هذا كاين. وبل اخطر من ذلك واش هذا الكتاب كان تيتقرا العام اللي فات وقبل العام اللي قبل من اللي فات. للاسف اصرف بالمدن يلاه عنده 10 شهور في هذا مواقع التواصل الاجتماعي ولا هذا. في الصحافه قديم ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي جديد. ها هو الكتاب الغلاف ديالو، قلبوا عليه شوفوا واش كاين في المغرب واش كيتقرا في المغرب، وشوفوا المحتوى ديالو واش كاين ولا ما كاينش، ولا اصرف غير كيهضر. وغادي ندوز لك الصفحات. ها الاولى ديال نصر الدين بالجامع، ها الثانيه ديال نصر الدين مع قصته مع ان شاء الله، ها الثالثه مع الحشيش، وها الرابعه وها الخامسه. يعني مقرر كامل ومكمول كيقراوه لوليداتكم وانتم ما عايقين بوالو. تا خرج اصرف يهضر عادي يخرجوه. لا راه كذوب، لا راه ما كاينش في المغرب، لا راه اللي تسحب راه تسحب. وقلتها في الفيديو اللي فات واللي كان داير 10 دراهم، ونعاود نوريك الصوره ديالو اللي هي هذه، وكان كيتباع في المراكز التجاريه الكبرى. اما هذا المحتوى اللي كيقراو اللي وريتكم راه كيتقرا في مؤسسه في المغرب ومبنيه في الدار البيضاء، وحده اخرى راه غتبنى في الرباط، وهي اللي كتعتبر مؤسسه تابعه للبعثه حيت عندها المعادله ديال البكالوريا فرنسيه ولكن مولاها مغربي. بل اخطر من ذلك الكوزان ديال وزير سابق ورئيس مجلس النواب كذلك سابقا، يعني هذا كان كينوب على النواب الامه كيقري وليدات الامه بهذا المستوى هذا. حيت فرنسي فرنسا اللي سحبات ان ممنوع منعا كلي ارتداء الحجاب ولا ارتداء الدره باش تدخل تقرا. شنو كتعطيك في البلد ديالك انت تقري؟ خرجت اخبار كتروج من عند اولياء الامور والناس المصادر ديالي باش يقولوا لي اخي اشرف راه بارح قالوا لنا غيسحبوا داك الكتاب ولكن راه ما كايناش شي حاجه رسميه. وانا بدوري كنقول لكم مؤسسه مباشره بعد ما تسحبوا يجيني شي قرار فعلا سحبتوه راه غنخرج ونقول للمغاربه راه سحبتوه. ولكن بحكم انكم باقيين كتقريوه وقريتوه حتى العام اللي فات والعام اللي قبل من اللي فات،
هذا الفيديو غادي يبقى شاهد عليكم. والمقرر غنعاود نعطيكم الغلاف ديالو اللي فيه داك المحتوى اللي هضرت عليه، اللي كيهضر على ان الحشيش ما كيأثرش على العقل، وان الصلاه خايبه، وان باذن الله ماشي تلهي، وان توزيع الرزق ديال سيدي ربي استغفر الله العظيم حتى هو ماشي تلهي، فيه نوع من الخشونه. ها هو الغلاف ديالو، سيروا قلبوا عليه في المكاتب، الا ما لقيتوش اجوا حاسبوني، نمسح يما القناه هادو نهرس ديك البطاقه الصحافه اللي مدصراني. قلبوا على الكتاب هذا وبحثوا غير شي شويه. راه ولادكم اهم استثمار كنقولها لك، راه سنغافوره باش غتزيد لقدام ولي بي سكوندينافي باش غيزيدوا لقدام، امنوا بالاستثمار البشري، لا دوله لا حكومه ولا والدين، ومن الدرجه الاولى هما الوالدين، حيت الاستثمار البشري هو اهم استثمار. اما داك العناد ديال التعليقات اللي انا من طبعي ما كنقراش التعليقات، نقول لك علاش ما كنقراش التعليقات وما كنجاوبش في التعليقات وما كنجاوبش الناس اللي كيديروا فيديوهات ولا رياكشن عليا، لسبب واحد، لان حنايا داير بواحد لونتوراج صعيب بزاف، كيفكر في المستقبل ديال اللامين ديال البارس اكثر من اللي كيفكر في مستقبله هو. انا عارف عندي واحد تيكومونطي وجوج كيكومونطي، واحد تيسبك المله ديالك ويغرق لك، وواحد كيهضر عليك زوين. وفي الزنقه اذا تلاقيتي معاهم بجوج اكثر واحد يعنقك ويبوسك هو هذاك اللي كيسبك، ماشي نفاق، لا 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 ماشي نفاق، بالعكس، حيت في التعليقات بغي يعمر داك الجانب الخاوي ديالو. عرفتي علاش ما كندخلش التعليقات ونقرا ولا نشوف شكون اللي كيدير جاي وشكون اللي كيبارطاجي؟ حيت كنشوف ان فينا في لونتوراج ديالنا بعض الاشخاص كيديروا ديسلايك على القران الكريم، ماشي حيت كافر، لا ماشي حيت كافر، لا، خصو يدير ديسلايك حيت بزاف الناس دايرين لايك، وغيشوفوا واحد داير ديسلايك يدخلوا يقلبوا عليه ويعمروا داك لونتوراج اللي عنده خاوي تما. داكشي علاش انا قررت اليوم نجاوب، حيت ناس قرابين من العائله ديالي وناس قرابين قالوا لي لا صراحه هادشي راه ما كاينش في المغرب، وهادشي راه تيخلع عباد الله، وهادشي. وهنا جيت نقول لكم بان هادشي راه فعلا كاين في المغرب، والغلاف ديال الكتاب ها هو، وكيتقرا في مدينه الدار البيضاء، ويمكن غيتقرا حتى في الرباط هذا العام هذا. وكاينه مؤسسه اخرى كتقري دروس على الصهيونيه وعلى كذا وكذا في بوسكوره، وهي تابعه للبعثه الامريكيه كذلك. يعني اللي كنا غنقلبوا وليداتنا فين يقراو، نشوفوا المحتوى اللي غيقراو فيهم. راه نهار غيوصل 18 عام ولا غير 15 عام راه غتولي البنت تقول لك بابا راه خرج خلي صاحبي يدخل، ويولي الدري يقول لك بابا لا ما كانش البان ما كناكلش، خلاها حليوه ابي لا